فاهمين يعني ايه 3000 كلب يبقوا محطوطين في شيلتر؟ منهم الكلاب البلدي اللي بيحصل لها حوادث كل يوم، ومنهم ناس ابتدت ان هي تتخلى عن كلابها وترميهم في الشارع، فالناس دي ابتدت تنقذهم وتكسب فيهم ثواب. ولكن النهارده معانا حاله مختلفه، معانا كلب 5 سنين بلدي بقاله عمر كبير في الشارع. صاحبتهم اللي هي بتاكلهم كل يوم في الشارع ابتدت ان هي تاخدهم عشان عايزه تعلمهم وتديهم تريننج، عشان كانت الكلاب ابتدت ان هي تعمل مشاكل وكانت خايفه حد يأذيهم. عشان كده ابتديت ان انا اعود الكلب اللي انتوا شايفينه ده اللي عنده 5 سنين ان هو الاول مره في حياته يلبس ليش، فابتديت ان انا اكافئه بتريت الاول خليه يحبني، وبعد كده فهمته ان الحاجه دي ما بتاذيش، وابتديت ان انا البسه له واقلعه له كذا مره لحد ما الكلب ابتدى يستجيب. ولكن الفولو تريت بتاعه ما كانش اقوى حاجه، عشان كده ابتديت ان انا اتعامل مع الكلب بشكل يدوي. كل ما بيعمل حاجه انا عايزها ابتدي ان انا اديله تريت في بقه، وبالتالي الحمد لله استجاب وخد هيل وست وداون، وابتدى ان يديني النتيجه اللي انا شايفها. تعالوا نعرفوا انا عملت ايه مع الكلب ده وبعد كده نكمل. النهارده معانا حاله غريبه وفريده من نوعها. عامة احنا بندرب الكلاب حتى لو كلب بلدي بيكون الاونر بتاعه موجود، ولكن النهارده سايكو عنده 5 سنين، بقاله 5 سنين عايش في الشارع. مشاكله كانت ان هو ابتدى ياخد نظريات انعكاس من كلاب تانية، او بسبب الناس اللي بتأذي، زي الناس اللي هي بتبقى ساعات بتعمل النظافه والكلام ده، ممكن يحدفوا الكلب بحاجه، ممكن يضربوا بحاجه. فالكلب ابتدى ان هو عن طريق ده بيبتدي ان هو يحاول ان يدافع عن نفسه وعن حدوده. في حد تطوع يعني هستأذنها ابقى اقول اسمها الفيديو الجاي عشان ما ينفعش اعمل الامر واقع، وابتدى ان هو اخد سايكو وخد الكلب التاني اللي انا هطلع معاكم كمان شويه فيه في الفيديو، وابتدى ان هو يدربه. زي ما انتم شايفين كلب 5 سنين، وانا ابتديت ان انا بس اديته شويه حب، واديته ان انا الليش ده مش حاجه هتاذيك، وابتديت افهمه ان انا بطلعه وادخله عشان ما يقلقش. ولما الكلب التزم ابتديت ان انا اديله الاوردرات بشكل يدوي، عشان الكلب ما عندوش فولو تريت، مش فاهم يعني ايه فولو تريت وفولو توي. ولكن في النهايه الحمد لله قدرت اطلع نتيجه. لو كل واحد فينا ابتدى يتعامل مع الكلب بشكل رحيم هيبقى الموضوع بسيط، وهقدر اوصل المعلومه للكلب من غير لا يأذيني ولا اذيه. وبالتالي دايما بقول لك ايه، تنشف وتقول نشفت وتجمد وتقول جمدت يا بطاطس. واستنونا في حلقه جديده مع كلب جديد. نيجي لمشكله تاني كلب. الكلب ده كان مشكلته ان هو اجريسيف وكمان بيخاف، عشان كده ابتديت ان انا اتعامل معاه بحذر واحط له الخايه في رقبته عشان اعوده على الاقل ان هو يتمسك بليش، لان الكلاب زي ما قلت لكم كانت عايشه طول عمرها في الشارع ومش متعوده ان حد يمسكها. ولكن يا جماعه فكره ان انت تبتدي ان انت تتعامل على حاجه جديده فدي حاجه كويسه جدا، وان انت تبتدي ان انت بتحاول ان انت تساعد الكلاب الشارع عشان ما تتاذيش، فدي حاجه حلوه. لو كل واحد فينا ابتدى ان هو يتبنى كلب من كلاب الشارع مش هيبقى فيه مشاكل في الموضوع ده، وهيبتدي ان الكلاب كلها تبقى كويسه. ومهم كمان ان انت تعلم اولادك ان هي ما تاذيش الكلاب او ان هي تحتفها بحاجه عشان الكلب ما يطلعش اجريسيف. اي نعم الكلب بهدلنا شويتين عشان يتعود على ان هو يبتدي ان هو يلبس الليش، وكان طبعا مطلع عينينا، ولكن في النهايه ابتدى ان هو يمشي شويه. ولكن ابتديت في الاخر ان انا اريحه عشان ابتدي ما اخلوش يبقى عنده تروما من الموضوع. وفي النهايه ننشف ونشفنا ونجمد نقول جمدنا يا بطاطس. واستنونا في حلقه جديده مع كلاب جديده.